الواحد من فوق يشوف الاشياء حقيقه بشكل واضح جدا. كانت اكو غشاوه قدام عيني وانشالت والحمد لله والشكر. اكتشفت انه انا طول حياتي كنت انسان سطحي. فوق السطح هو المكان اللي احتضنني بكل محطات حياتي. فوق السطح هو المكان اللي ينتهي بيه البيت وتبتدي بيه الحياه. فوق السطح هو المكان اللي كنت استخدمه كتواليت في بعض الاحيان. فوق السطح هو الملجأ اللي كنت الجأ له من اريد انهزم من صرخه النعال. هو المكان اللي قريت بيه 40 يوم مال السادس وتعلمت بنفس الوقت الجقاير وبنفس الوقت ضعفت من عدم الاكل. هو المكان اللي احتواني من كان تنطفي الكهرباء. هناك حبيت اول حب بحياتي. فوق السطح المكان اللي يحتوي على الجميع، يحتوي على ضروق، شلمان، اسطوله، ادوات احتياطيه، شظايا مال مفخخات، طوقات، نبق، بعرور، ما تدري الصعده فوق، ما تعرف الثور المجنع، ما تعرف مطره. إيه، فوق السطح هو المكان اللي كل ما تضيع شغله بالعراق تلقاه فوق السطح. انا متاكد المليارين دولار مال نور زهير اذا يدورون عليهم ويركزون زين يلقون فوق السطح. سفينه يلا ودينا فوق السطح. إيقاف نظام الطيران الآلي. كابتن أحمد، بإمكانك الآن الانتقال إلى القيادة اليدوية. من الأرض إلى الفضاء، شباب قضاء العلم أهلا بكم في البشير شو. جامعة العين قسم المختبرات الطبية إلى جمهورية البشير. سوق سوق الليلة جمعة. من مزار العزيزية أهلا بكم في البشير. سوق الليلة جمعة. سوق الليلة جمعة. النمسا جبال الألف أهلا بكم في البشير. طلاب العلوم السياسية أهلا بكم في بشير سوق الليلة جمعة. سوق الليلة جمعة. كلية القوى الجوية أهلا بكم في بشير شو. من قلب الناصري أهلا بكم بشير شو. أول يوم يابا إلنا بالملاك الجديد البشير. بروكلين بريدج أهلا بكم في أهلا بكم بشير شو. جامعة الفراهيدي كلية القانون أهلا بكم به. أهلا بكم في سوق الليلة جمعة. وسوق الليلة جمعة. من أرض بابل واعتصام المحاضرين أهلا بكم بشير شو. من الجامعة التقنية الشمالية معهد تقني موصل أهلا بكم في بشير شو. سوق الليلة جمعة. قسم التمريض مرحلة رابعة أهلا بكم في بشير شو. شمال إيران جالوس أهلا بكم بشير شو. أهلا بكم في بشير شو. من قسم الأجهزة الطبية أهلا بكم. عقود الكهرباء محطة ديزلات المصفى البشير. من المعهد التقني الدور أهلا بكم في بشير. أهلا وسهلا بكم في صدق لا صدق لا. تقدرون تتابعون تطورات الرحلة كل يوم جمعة الساعة 9 على قناة الدي دبليو عربية و10 على اليوتيوب، وتقدرون تتواصلون ويا محطتنا الأرضية على منصاتنا فيسبوك تويتر يوتيوب انستغرام. ويا سكان كوكب الأرض من الآن فصاعدا من تدزوا لنا فيديوهات تقولوا بيها من كوكب الأرض ثم مكانك حتى نفتهم منين، يعني من كوكب الأرض من فلان بلد أهلا بكم في البشير وهالأشياء، لأن قاعد توصلنا فيديوهات من أورانوس وعطارد والأرض فقاعد تختلط عندنا الأمور، فنعرف انتم سكان يا كوكب. على أثر الحلقة السابقة أكو تصريح مهم جدا 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 للمتطوع بجهود ذاتية من أجل خدمة العراقيين بدون أي فلوس وبدون أي مقابل وبدون منية، شاهد الله على كلامه. التصريح الصادر من الأخ الآي تي أبو علي الفقلاوي يطالب به بتخصيص مبالغ من الميزانية من أجل دعم جهود التطوع الذاتية. احنا بكرة إن شاء الله ملتقين مع أخونا الأستاذ دكتور ماهر وزارة التخطيط، حيعطينا إن شاء الله رزمة تخصيصات ونستخدمها إلى نهاية العام ما تبقى من العام الحالي، وإن شاء الله بالعام القادم السيد رئيس الوزراء أوصى أن يضمنون ميزانية مجزية
ضمن موازنة 2023. غدا ستخصص أموال خارج موازنة 2023 بالضبط إلى نهاية العام. كم تحتاجون يعني غدا، كم سيخصص سيد الكل؟ مبالغ مجزية كافية إن شاء الله تكفينا لنهاية العام، وحتى تكفينا لمشروع الرحلات لهذا العام، وإن شاء الله السنة القادمة راح يكون ميزانية طموحة كبيرة ضخمة تناسب حجم العمل. استحى سودا بوجهي ايش قد راح يخصصوا لك؟ شوف بقى، هو معروف دائما التطوع اللي يصير اي نشاط تطوعي دائما بدون مقابل. عاد العلماء اختلفوا على تفسير كلمه مقابل. مثلا انت جاي تمشي بالشارع شفت جوارينكم مره كبيره شايله مسواق ب 17,000، تجي انت كمتطوع شريف صاحب نخوه يعمل من اجل العراق وعنده 72 قناه، تجي تشيل العلاليق وتوصلها للبيت، تقول لك رحم الله والديك يمه، وتاخذ ورقتين بالمقابل وباكتين خضره والبوتيته والبيتنجان، وتدق الباب على جواريهم تقول لهم انا ساعات الحجيه ترى بلكت 90 ورقه بلا امرا عليك، وتوقف بنص الشارع اخوان انا ساعدت المره الكبيره بالعلاليق، انا متطوع طقوا لي صور اخوان. ورا اسبوعين حقك الطبيعي كمتطوع ترجع تاخذ نص البيت والثلاجه هي ومسواك. ومعروف هاي حقك التطوع هذا. علي. نعم سيدي. نعم تعال يلا، تعال اعطيني التقرير الاسبوعي. يلا ايش صار؟ جهزت سيدي. يلا سولف. التقرير الاسبوعي اجتماع بعنوان المصالح تتصالح. زين. فرحة الشعب بعباس العلياوي. من وين؟ فرحة الشعب بعباس العلياوي. من عباس العلياوي؟ يلا اوكي. حميد الهايس شلون الهايشه؟ لحظة، قاعد تغلط علي لو تحكي سؤال لو شنو؟ لا جاي اسأله. اوكي. حميد الهايس شلون الهايشه؟ يوري والجود بوي الى الربع. نهائي كأس العالم. الصكاكة عين عينك. خلاص؟ ماكو اي نشاط من نشاطات ابراهيم الدليمي؟ لا ماكو، بس بعد اليسخ طي يتوسل على تاهو ما حد جاي ينطي. لا صدق. وين شوفني؟ يرجعك على التاهو مال الرئيس يابا. هاي ترسع يابا عوض هسه ايش فايت لي لو يعطيني هديه؟ ايش فايت لي؟ عاصرها يا ابو يوسف، دهدها شويه حتى تصير حكايتك صحيحه. ايش دعوه هيك؟ ابويا هذا يريد اي هديه وقبل، حتى لو خلاط هم يكيف عادي ما لي. ابويا علاق اسمع، انا راح اهدها على ابراهيم الدليمي. اخوان اشهدوا، انا راح اهدها على بوبو. انا اخو هده. شوف انت صار لك ما ادري ايش قد تمدح بالرئيس مالتك وملبوس ولازم ايده عليك وما يهدها عليك، امدحني شويه بوحده من لقاءاتك، سولف بي سوالف لطيفه وانا اهد عليك هديه مرتبه تلقى لها الشارع. شنو تدور تاهو؟ بويا هدايا الرئيس الاصلي اضبط. يلا حبيبي يلا شد حيلك بوبو، يلا نبلش بالتقرير الاسبوع. يلا روح. كما بحث صباحة الشيخ قيس الخزعلي مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأوضاع السياسية في البلاد. بيان لمكتب الشيخ الخزعلي بين أن سماحته زار المالكي في مكتبه ببغداد برفقة وفد من كتلة الصادقون النيابية. بس بقى ترى إهانة يعني قيس يبحث مع المالكي، يعني أوكي القناة مال قيس بس المفروض أكو احترامات متبادلة، المفروض أخلاقيا وعشائريا تقولون المالكي يبحث مع قيس. هو منو يبحث مع منو؟ مو المفروض الكبير يبحث مع الصغير؟ لو انتم مالكم كبير. لا ترى عيب يعني قيس هوايه جايين بالمالكي. اللهم انا نسالك حسن العاقبه. والله العظيم هذا ايش يسوون بالرجال؟ شنو الرساله من هذا اللقاء؟ شنو؟ الاجتماع فيه رسائل كثيره، اهمها لملمه شمل الاطار وارسال رسائل قويه. خلافات بين الشيخ قيس الخزعلي وسيد نوري المالكي سمعنا اخبارها، اجتماع خاص بين الشيخ قيس وسيد نوري حتى ينطون رسائل انه لا ماكو شيء، احنا بدنا نضحك وهياتنا صورنا حلوين وقاعدين سوا والامور تمام. هذا اللقاء بعده رسائل مهمه، اولها انه اكو خلاف حقيقي بين قيقو ويوري، وهذا اللقاء تاكيد عليه. والرساله الثانيه هي العركه المستمره على المناصب وبعدها يعني مستمره مو وقفت. والشيء الغريب الاحتفاليه اللي صارت والزبابين كلهم فرحانين بلقاء العمالقه، وكلها تقول الاطار التنسيقي متماسك، تحسهم مسوي لهم مكسوره مو لقاء ودي. مو هم يقعدون المفروض اسبوعيا وينطون الاوردر لمحمد الشياع شنو يسوي ما يسوي وهو يتصرف كمدير عام مثل ما قال قيس؟ يعني المفروض طبيعي الموضوع عادي. والرساله الثالثه والاهم هي هاي الصوره واللقاء هذا موجه الي، يعني يا من وراك سوينا هاي القعده الجايه. وهذا ان دل على شيء انما يدل على انه انا فعلا من سفينه الفضاء وجاي اتحكم باحداث كوكب الارض كما يحلو لي.
الموضوع اللي وراه. احنا ناس فلاليح مطرهل في ابو عمار، كل الناس تفرح بيه. ملح الضيف من بعيد يقصد بيه، اللي يمشي يعتذر منه والمجبل يمرحب بيه. تلخ الضيف الواد كلها تسولف بيك، تلخ ناس الى السيد الوزير عباس العلياوي. فرحنا بجيتك والشعب بفرح، وتطوعنا لاموركم عامل وفلاح. العلياوي انت ابونا واحنا لك نرتاح، المطلب هذا المطلب عينك على الفلاح، المطلب هذا المطلب. وزير الدفاع لا تحتقد العباسي هذا من عمنا، لا تحتقد كل تفاك صارت شلته وصابت، وظنها تشمل النسوان، مو كل الظنة جابت. وحده جابت وربحت، وحده جابت وخابت. هاولي هم قهل ثابت، هاولي هم قهل ثابت، وانت المعرض ذلك الفات اليوم قهل ثابت. جلسه مال مجلس الوزراء طبيعيه يعني تصير بهوايه. اخي المهوال انا ما دا اشكك بقدراتك المهواليه، بس يعني دير بالك قدامك وزير الدفاع يمكن راح ياكل قبض عليك. ترى بيت شعري واحد انت فلشت مربعين سكنيات. الشعر مالتك به هواي اعترافات باعتداء بالاسلحه الناريه وطلقات الثور وتهجير قسري وافزاع الحوامل وتوريط وزير الدفاع وشمره بالخطوط الاماميه وتعريض الكلفات. الرجال وزير الدفاع صفا شحكي هذا والله. انا جايبيني محاصصه، انا جايبيني اوقع ورو. بس انا احب المهاويل وخططهم المستقبليه المبنيه على اسس معجونيه. موضوع الوراء. وصلتنا رساله من نائب زين كاظم الصياد يقول خي دير باله على الهايشه مالته لا يجي واحد يبوقها. في وضع الهايشه شنو؟ قول له انطاها والله نذر خما يظل نحتفظ به. النذور لو تنذبح لو تنعطي. يعني من ذيك السالفه انذرتها انت بعد حتى تخلص منها لانها صارت ازقاقه يا اليوم يطالع لك. ايه لا صارت قصه سبحان الله. ما حط الله على سالفه بس حميد. ايه هذا اللي يقول مره ببغداد يعني فوت ببغداد مرات بس ما قاموا يسالوني عن صحتي. ايه شلون الهايشه؟ والله هذا انت شاب ومرتب ولابس خاطك ورباطك وفاتح الجامعه على يب بغداد تسالني على الهايشه؟ شلون الهايشه؟ شلون صارت؟ يا عمي هذا حكي هذا. ونبوا حتى نساوين الهايشه يقعدن حتى النساوين والله. ايه والله شلون الهايشه؟ يعني يا شيخ ايش يسالوك مثلا على اخبار كالي جنر؟ النسوان تدوم يسالوك عن النو ميك اب يعني يسالوك على الهايشه ومنتجاتها. يعني انت وعدت الوادم بيها ترى مو واحد. بالله منتجات الهايشه حليب وجيمر ومطال، انت شنو منتجاتك حتى تريدون يسالون عنك؟ ثقافه. شنو التقرير هذا علي؟ شفت المونديال مال كاس العالم الافتتاحيه مال قطر يوم امس؟ لا تناقشني بالطوبه ابد ما اعرف لها صدق والله. ادعم الرياضه وادعم الرياضيين وافرح من يفوز الفريق العراقي ومن فزنا بكاس اسيا. اعطيتهم قطع اراضي واعطيتهم كذا تكريم واموال، ولكن ما اعرف لها الرياضه لان ما اشتغل بها. ما اعرف لها بسعدي بالتوبه. احب الرجال اللي ما يتدخل بالاشياء اللي ما تخصه. الرياضه ما مشتغل بها فما يتدخل بها. هسه ليش متدخل بالسياسه ما حد يعرف. وبعدين نريد نعرف توزيع الاراضي بين اللاعبين كان على اي اساس؟ يعني المهاجمين اخذوا قطع اراضي بالمنصور والمدافعين بالحسينيه، لو منطيهم قروض على المبادره الزراعيه. بس بقى ابو اسراء بصراحه احنا متعودين عليك دائما انت كلامك دقيق. ممكن نتاكد هالمره من الوعي بنفسهم فعلا انطيتهم اراضي واموال؟ الاخوان بالامارات انطونا 200,000 دولار وقدرونا لان سوينا شيء يعتبر يعني ان كل العرب طبعا يعني جبنا كاس اسيا. مثلا لو اخذت السعوديه نفس الشيء، الامارات هم يكرمونهم لان فريق عربي يعتبر. يعني المهم مو شرق اسيا، مو شرق اسيا، المهم من عندنا يعني من العرب فكرمونا. جينا للعراق اساس اكو تكريم. احنا قلنا هسه اقل شيء قدرونا مثل 50,000 دولار يجوز 40 60. انطونا كله. كان رئيس وزراء نور المالكي بوقتها استقبلنا اعطانا 10,000 دولار. اعطيتهم قطع اراضي واعطيتهم كذا تكريم واموال. اعطانا 10,000 دولار. خير من الله. هي هاي الاموال مال نور المالك بقى نعطيكم 10,000 دينار شده.
هسه مو زين طلعت اموال من نور المالكي؟ حبي اخذ طابو زراعي، وانتم منها تعرفون تزرعون البسمه والفرحه والامل على وجوه العراقيين، وهو يدعم المبادره الزراعيه، وتعالوا نزرع كنا يا عشق القاع. منو بعد من الاخوه المحبوبين حاشر روحه بالطوبه؟ انت تشجع الارجنتين بالواقع من غير المنتخبات العربيه، من تشجع؟ يعني اتعاطف مع او احب انه ميسي يسجل في تاريخه انه ياخذ كاس العالم. ها يعني تشجع الارجنتين. الارجنتين الفريق وليس الجار. لا مو قلت لك انا مو عبرت من هاي سالفه الارجنتين، قلت لك على مود ميسي. على مود ميسي، يعني انت برشلوني. اي نعم برشلوني وليس ريالي. كوميديا عائليه محافظه. كوميديا مؤدبه ونظيفه تطلع من رئيس مجلس النواب. انا هم والله انا هم انا احب مسك، امسك على مود يعني اتبرك بيك. شوفوا لو ميسي يفوز وياخذ كاس العالم وانت تطلع، لو انت تبقى وميسي يطلع من كاس العالم، يعني من الارجنتين مال ميسي. يعني الارجنتين مال ميسي فازت وقربت من كاس العالم، وبعد بس الارجنتين مالتنا تفوز وتسلمك الباب ورا ما جابتك سابقا. ملاحظه صغيره للجود بوي والمذيع، ميسي طلع من برشلونه وبدا يلعب صار له سنه بباريس سان جيرمان، والدنيا كلها حكت بيه وانقلبت قلاب، والرجال طلع يبكي بالتلفزيون وماتت الاشجار واندثرت العصافير وصارت قضيه يعني. فاحنا ما نلتصق بالماضي، نريد نمشي بالزمن ونحكي عن اشياء يعني اكثر تطورا وحضاريه وانفتاحا. نكسر ذرعانه حدك تندق ويانه قبلك قصينا لسانه صكاك يا ولاد الشايب صكاك يا ولاد الشايب صكاك يا ولاد الشايب صكاك يا ولاد انا اشك انه فرقه ملوك الاحساس هاي دا يقصدون صكاك على الحشد، لانه هاي المعزوفه يعني واقعا اساءه للحشد، بل اذهب اكثر من ذلك على انها مؤامره على الحشد لتشويه سمعته وربطه بالصكاكه، بل اذهب وما ارجع على هوايه شغلات بهاي الاغنيه. هل من الممكن نلزم عليهم لزمه انه ذولا تابعين للحشد؟ أو إلا مع وسط المدينة رسم لنا المنادي حين يأتي ويختفي حين تلك إشارة باتمان. أو إلا مع وسط المدينة رسم لنا المنادي حين يأتي ويختفي حين اجعس اجعس. لا خلاص تم الاثبات، هذا هو انتهى الموضوع. باتمان بابا بالربط. ليش تم الاثبات؟ باتمان هو الخير اللي يواجه الشر اللي هو الجوكر، والجوكر كلنا نعرف منه. اذا اجعس. شكرا لملوك الاحساس، شكرا للحشد، شكرا لهيثم يوسف. نشوفكم بعد الفاصل. تدرون الواحد مشكلته بالفضاء يصير عنده هوايه فضاء. ماكو فضاء وانا موجود سيدي. أسوأ شيء يصير بيك كإنسان انه تنحصر ويا انسان مثلك بسفينه وبالفضاء، انه لا اقدر ارجع، لا اقدر انزل، لا بها ازعل واروح. Oi, hello, I'm still here. What about me? أسوأ شيء يصير بالانسان انه ينحصر بسفينه ويا اثنين مثلكم، انه لا اقدر انزل، لا اقدر اروح، وين اولي؟ سيدي شو ضايج؟ احكي لك قصه؟ مو انا هسه زهقان، اخاف ورا قصتك اصير زهقان ولعبانه نفسي. مستحيل سيدي، هاي القصه صار لي 5 سنين انتظر اللحظه اللي اسولفها. هاي القصه غيرت حياتي. غيرت حياتك؟ لا عاد والله يلا نشوف. يقول لك اكو 2 صديقات، وحده معزومه عند الثانيه. يقول لك اكو 2 صديقات، وحده معزومه عند الثانيه. فقعدت قلتها اليوم عازمتني على شنو؟ قالتها عازمتك على سمك. دا تطبخ السمك، قصت الراس والذيل لحد الآن تمام. سألتها صديقتها قالتها انت ليش قصيتي الراس والذيل؟ قالتها والله ما أعرف، تعلمتها من أختي الكبيرة. دقت على أختها الكبيرة، ألو يابا احنا ليش نقص الراس والذيل؟ قالتها والله ما أعرف، أنا تعلمتها من أمي. خابرت على أمها، يما ليش نقص الراس والذيل؟ يلا نقلص السمكة.
قلت والله ما ادري، تعلمتها من بيبيتك. مستحيل الفراغ اللي عايشه به هاي العائله. وحده قالت لصديقتها موضوع سخيف، رجعت خابرت اختها، واختها خابرت امها، وامها ذبتها براس بيبيتها. لحد الان المستفاد الوحيد هو شركه زين بس. الو 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 نبلاقش بلا شيء مهم. شنو هاي؟ شنو ايش بيك علي؟ وش راح يصير؟ ايه ننتظر النهايه وشوف العبره من القصه. ايه نشوف العبره يلا. زين بيبيتها عايشه؟ هم زين بيبيتها عايشه. دقت على بيبيتها قلت لها بيبي احنا ليش نقص الراس والذيل؟ يلا نقلش سبجه. بيبي اصافنا. قلت لها بيبي غير الطاوه كانت صغيره وانا اقص الراس والذيل. ايه ايه مع احترامي لقصتك الزفرة علي، بس انا لحد الان ما افتهمت، هي هاي القصة اللي غيرت حياتك؟ ايه شنو حياتك كانت قبل هاي القصة؟ العبرة وين؟ العبرة من القصة هي ما ادري. That was a really shit story. اي والله صحيح. But I can tell you a way better one. It's a proper English story. الإنجليز تكرمون إدهم تلب. ايش قالت؟ Again. إيه؟ الإنجليز تكرمون إدهم تلب. قالت الانجليز تكرمون عندهم كلب. ما شاء الله ما صار اسبوعين ما شاء الله. جود. الانجليز تكرمون عندهم كلب. ايه مو مثل هسه نسميه كيناين. مدربينه هذا اذا البوقه يم فلان يشيت عليه ويقوم ينبح. لحد الان تمام. بيت ابو ناجي اخذوا الكلب، اخذوا هذا المبيوق وطبوا للقريه هدوا الكلب. ايه شو هذا الكلب يالي شوفه ينبح عليه، يالي شوفه يتشلب بيه، يهد هذا يركض على ذاك، يهد هذا يركض على ذاك. ذولا تخبلوا وقال لهم عمي لزموه هذا الظاهر الكلب هذا بادي يخرف، ما هذا ما جاي له كلب بكل العالم. فدادون يروحون كبير مال القريه صاح عليه، قال له عمي الكلب ما بيش. قال له الكلب صح احنا كلنا حراميه. كبير القريه شو راسا اعترف على قريه الانجليز، لو ما اخذي البوكه مثل قيس الخزعلي كان يسوي. نجم لا تزعل من عندي، بس والله اكو علاقه مريبه بينك وبين الكلاب. هسه العبره بقصه الكلب، قبل سنتين قلت انبح مثل الكلب، دزوا له كلب خليلتي يا رجالات. العبره وين؟ كابتن أحمد، نعم. أعتذر عن مقاطعة هذه اللحظات العبثية، ولكن هناك قصة أهم عليك الاستماع لها. قصة أهم؟ أسمع يلا. القصة جادة. أوكي نسمع يلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا حياك الله. سمعت انه صارت عندكم حاله لبنتك؟ فاطمه صار لها سنتين، العام شهر الثاني، بدايه الشهر الثاني سخنت ودناها الطبيب فحصل قدمها 3. بعد لازم نسوي لها زراعه، تاخذها من واحد يطابخها من اخوانها من خواتها. رجلين يعني ما اقدر امشي، بقت بس ابره واحده وحاطين الدم. 13-year-old Fatima has leukemia. يعني صار العلاج الكيميائي مو كافي بالنسبه لها، تحتاج الى عمليه تبديل نخاع عظم. هاي شعلات النار نقدر نشوفها من مزرعتنا، يطلع منهم دخان. Fatima lives in an area of southern Iraq surrounded by gas flaring. But a leaked Iraqi government report states that pollution has led to a 20% rise in cancer. اللي افتهمته انه فاطمه اللي عمرها 13 سنه بها سرطان بالدم بسبب التلوث وتحتاج الى عمليه زراعه نخاع حتى تبقى على قيد الحياه. وقبل لا تكمل السفينه القصه مع قصه فاطمه، خلينا نفتهم اول شيء وين واصل التلوث بالعراق. مؤشر جديد ومفزع أقرت به وزارة التخطيط الحالية يشي بوضوح إلى كارثة التلوث البيئي في بغداد. الهواء الذي يتنفسه العراقيون بات يسبب مختلف الأمراض التنفسية والفسيولوجية كما يشير المختصون. بغداد احتلت المركز الأول بمعدل انتشار الغازات السامة، وذلك بعد تسجيلها أعلى معدل سنوي لتركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت السام. العراق 595 هذا اليوم، وهو الأسوأ حول العالم بنقاوة الجو ونظافته. يحتل العراق المرتبة 10 ضمن الدول الأكثر تلوثا في العالم وفق أحدث تقرير دولي. وبين التقرير
إلى أن الغبار في العراق يحتوي على 37 نوعاً من المعادن ذات التأثير الخطير على الصحة العامة بسبب انتشار الانبعاثات السامة وأكاسيد النيتروجين والكبريت، إضافة إلى 147 نوعاً مختلفاً من البكتيريا والفطريات التي تساعد على نشر الأمراض والتي تؤثر سلباً على صحة الأفراد. 37 نوع من المعادن و147 نوع من البكتيريا والفطريات، خلطة مال نرجيلة مو هواء. بس أنا أريد الناس تبوع لي نص الجلاس مليان بالفطريات. طبعا تتعلم درس مهم من هواء العراق بالتعايش. 147 نوع مختلف من البكتيريا والفطريات عايشين سوا، لا حرب طائفية، لا تظاهرات على شو يسمونه، ولا انسحبوا من البرلمان، ولا حسينا بوجودهم أصلا مع أنه عايشين ويانا. شلون امتداد بالضبط؟ سفينة، عندك جهاز مجهري تقدرين تفسخين لنا آصرة من أواصر الذرات مال الهواء بالعراق حتى نشوف العوالم اللي موجودة بداخله، حتى نحاول ننظف؟ يتوفر تفعيل جهاز الشوتة. أجيف مطعم بالكرة الأرضية، يكرم اسم الله، تاكل ورا شوية يصير بطنك اسهال. يكرم اسم الله خيزة، مع يعني استغفر الله رب العالمين. غصبا علينا ناكل، ماكو مطاعم، لا بالشورجة لا بالهذا، بس هو درة أنا متأكد هذا المطعم هالقد ما وسخ حتى البكتيريا ما تقدر تعيش بيه. لذلك هذا المطعم بالحقيقة هالقد ما هو وسخ نظيف، روح كل يوم عادي ماكو مشكلة. بكتيريا تجي وتموت. أبو اللفات هنا يعاملك معاملة الأحزاب، مسوي لك أوسخ مكان ويقدم لك أقذر خدمة ويتفل عليك وما عنده مشكلة تصوره وتنتقده عادي. يدري بيك راح تشتري، رجع تشتري من عنده، يفتكر رجع. أنا أعتذر لنفسي وللسفينة اللي قلت أريد أنظف الهواء، زي على الأقل خلي نفتهم مصدر التلوث منين. انبعاثات مجهولة المصدر ظهرت في ناحية أم قصر غربي محافظة البصرة. يقول الأهالي إن سحابة الدخان الخانقة محملة بأبخرة سامة ورائحة نفاثة تسببت بوقوع حالات اختناق متعددة نقل على إثرها المصابون للمستشفيات. هي هاي السحابة بنت الكلب هاي منين هاي؟ هي سبب كل أزمات وتلوث العراق. شنو يعني مجهولة المصدر؟ أنا ما عندي شخريط. مجهولة المصدر يعني عوامل دولية وخارجية. أصدقائي بالحكومة العراقية مستحيل يدخل شيء خارجي وما يعرفون شنو مصدره. الفلامينغو يسوي تشريب بالعراق لأن ينتهك الأجواء من الخارج. تريد سحابة سوداء ما يعرفوا مصدرها؟ إدارة ناحية أم قصر أكدت أن سحابة الدخان الملوثة تنبعث من عمليات حفر الآبار النفطية الجديدة التي تقوم بها دولة الكويت بمحاذاة الحدود العراقية. شفت أكو سحابة حقيقة تغطي المدينة نتيجة استخراجات النفطية وبالتحديد نتيجة الآبار يعني الكويتية المحاذية لحدود أم قصر. لا يبي من صدقك يبي ما يصير كذي. احنا جيران وخوان وبيننا فقع وبانيي ودياي. ليش كذي؟ سحابتكم ردوهي. الله موصف سابع جار واحنا الاول يبي. بس شوف مثل ما توقعت سبحان الله، بس عامل التلوث الهواء اللي صاير بالعراق هو عامل خارجي مو داخلي. اصدقائي بالحكومة العراقية ضابطين شغلهم، الصوش مو بيهم بالدول الخارجية. الكويت داز علينا سحابة. على الرغم من أنها تمثل عصب الاقتصاد في العراق، فإن حقول النفط والغاز في البصرة هنا تسبب مشكلات بيئية عديدة جراء التلوث الناجم عنها. طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إنقاذ المحافظات الجنوبية من التلوث الناجم عن النشاطات النفطية. مشاعل الغاز وحدها المسؤولة عن ارتفاع معدلات السرطان بنسبة 20%. أثبتنا بالدليل العلمي مدى ارتباط هذه الإطلاقات الهيدروكربونية الغير مسيطر عليها بتزايد الحالات الأمراض السرطانية في محافظة البصرة. تسجل ناحية القيارة الجنوبية الموصل حالات اختناق بانبعاثات الغاز المصاحب من مصافي النفط. بغداد والمحافظات تستخدم الوقود الغير محترق وبذلك تكون هناك انبعاثات ملوثة الهواء. زياد وتيرة الحالات السرطانية بمعدل من 600 إلى 800 حالة شهريا منذ جولة التراخيص النفطية التي أعطت
شركات نفطية عالمية حقوق استخراج النفط. تساعدنا بيانات الأقمار الصناعية على الكشف أن حقل الرميلة قرب البصرة يعتبر بطل العالم في حرق الغاز وحرق السكان أيضا بالسرطان. يبا احنا خلينا نتفق على شغله ويا العالم الخارجي، احترام الخصوصية الثقافية، نحترم خصوصية الشعب العراقي ويا الحكومة العراقية. في عادات العراقيين لازم يصير اكو تضحية قدام الاشياء والخيرات العظيمة، من تشتري سيارة تطق لها بيضة، من تطهر طفل تطش له واهلية، وعلى نفس المنوال من تريد تدفع رواتب ل7 مليون موظف منتج ومعتمدين عليهم بالاقتصاد العراقي، وبنفس الوقت الاقتصاد معتمد على النفط، فعادي تضحي لك 2 مليونين 3 يروحون فدوى للتلوث. والاهم الحكومة العراقية قاعد تحرق غاز عراقي ودا تعيش عراقيين وتقتل عراقيين. احنا ما لنا علاقة، نحترم الخصوصية. هذا الدخان طالع من اغلى شيء عند العراقيين، الواحد حقه يضوج اذا كان هذا الدخان طالع من اشياء ما لها قيمة. أعمدة الدخان تعانق السماء في بغداد، حيث معامل الطابوق الكثيرة وحرق النفايات في مواقع التمر الصحي وخارجها. حقيقة هذا الموقع التمر هو موقع تمر غير نموذجي وغير صحي وغير لائق في المكان هذا، لأن احنا مركز مدينة. ناشد مواطنون يسكنون في أطراف بيجي إيجاد حل جذري لمشكلة التمر الصحي، حيث يتم إحراق النفايات من قبل جهات مجهولة، ما يتسبب باختناق الأسر الساكنة بالمنطقة. يعني صارت عندنا حالات اختناق للمناطق المجاورة محاذية للتمر الصحي اللي هي حي الزهور وحي الأسرة والأسمدة. هكذا تبدو الصورة في موقع التمر الصحي عند طريق بدرة شرقية واسط. كوادر البلدية في واسط تنقل يوميا إلى موقع التمر مئات الأطنان من النفايات بواسطة 96 سيارة. بعض النفايات صعبة التحلل وتهدد الصحة والبيئة. شوف، أنت تتحمل دخان النفط والغاز لأنهم عيشك وحاميك، وتتحمل دخان الزبالة إنها زبالتك. بعدين هو النفط شنو أصلا؟ زبالة الديناصورات اللي ورا ملايين السنين صارت نفط. اصبر شوية على الزبالة هاي، كلها كم سنة واحتمال تصير نفط. العلم تطور والعالم كالقرية الصغيرة والأشياء تصير بسرعة هسه. وديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطاني قال عندما يتعرض الأمن القومي للخرط فلا تسألني عن حقوق الإنسان. معذرة كابتن أحمد، لكن كل ما قلته غير علمي وخريط. أنا قلت احتمال تصير نفط، ما قلت أكيد يصير نفط. بعدين قناة صلاح الدين صار لها 5 سنين تسولف بالزبالة اللي بصلاح الدين. أقص إيدي إذا مو أبو مازن مخيل على القاع، أقص إيدي والله هاي القاع بيها مشروع وهمي يخبل، ليش نخليها للزبالة؟ بعدين لا ننسى نص القلاص المليان. مشهد تل الزبالة المحترقة هو من الأشياء اللي تحسسنا بالألفة والاعتياد. مو من نعالج مشكلة الزبالة هذا معناه احنا لازم نلعب بذكريات العراقيين والعناصر اللي تحسسهم بالأمان. أصبح من الضروري الأخذ بعين الاعتبار الآثار المدمرة لليورانيوم المنظم المستخدم من قبل قوات التحالف ضد العراق. البصرة تعاني من عدة أنواع من التلوث. أولا التلوث الناتج عن القصف بالقذائف المطلية باليورانيوم المنظم. آلاف المواقع الملوثة في العراق أمست خطرا داهما لحياة المواطنين. فيما كشف تحقيق أجرته صحيفة التايمز اللندنية أن الجيش الأمريكي خلف وراءه ما يقارب 11 مليون رطل من مخلفات سمية. النفايات هي بقايا دبابات وأسلحة ومعامل تعرضت لقصف أمريكي خلال عامي 91 و2003 بالنابالم وقنابل اليورانيوم. تلوث بقايا المركبات العسكرية يعود إلى عدة أسباب، منها استخدام ذخيرة اليورانيوم المستنفد أثناء المعارك التي شهدتها هذه المحافظات كالحرب الإيرانية العراقية وخلال حرب تحرير الكويت، إضافة إلى الغزو الأمريكي للعراق، بالإضافة إلى وجود 90 منطقة ملوثة إشعاعيا في جنوب البلاد بسبب اليورانيوم المنظم الذي استخدمته قوات التحالف إبانة للعراق. شعب قوي، شعب يتحمل يورانيوم، نابالم، ملايين الأطنان من القصف، وهذا مطعم الفلافل بعد شعب ويتكاثر عاجل، شعب كل شيء ماكو. مليون عراقي سنويا يزيد، وهذا دليل على أنه جسد الإنسان العراقي يعامل اليورانيوم على أنه فياجرا، لأن اليورانيوم مخصب، والعراقيين عافوا الأضرار وأخذوا التخصيب. تحديدا سنوات ال90 نص الشعب العراقي بحرب خارجية والنص الآخر بحرب داخلية وحصار، و30 دولة تمطر علينا صواريخ، واكثر الشباب مواليد التسعينات. وهذا إن يدل على شيء إنما يدل على أنه العيارات النارية والعيارات الأخرى من تشتغل سوا، ودق يا راجمة.
كابتن أحمد، يؤسفني مقاطعة فقرة التفاخر الذكوري الحزينة هذه، ولكن أن يكون الناس على قيد الحياة هذا لا يعني أنهم بخير. لقد تأشر لدي وجود أخطار كبيرة في العراق. كل شيء ما بيهم العراقيين يخبلون ورود، أحلى شعب بالعالم، يكفي عندهم الغيرة. شنو يورانيوم يقفوا بوجههم؟ داعش انسحقت بالعراق يقول لي يورانيوم. كابتن أحمد، هناك بعض المخاطر غير مرئية بالعين المجردة، ولكنها أخطر بكثير مما تراه العين. فعلا نعم سيدي، اكو اشياء كلش هوايه تاذي وما نشوفها. الجن. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا يا علي، أنا أتحدث عن الإشعاع. إشعاع؟ هذا هو مفاعل 14 من تموز. هنا الأرض الأكثر تلوثاً، والموت الذي ينتشر على هيئة إشعاعات نووية. السكان هنا يعيشون في بيئة قاتلة، وهذا ظاهر عليهم، فالكثير منهم يعاني من أمراض سرطانية وتشوهات خلقية نتيجة الحياة قريباً من المفاعل والنفايات النووية. ليبقى مفاعل التويثة واحداً من أهم أسباب السرطان، ويظل مكشوفاً دون إجراءات صحيحة لردمه وتخليص الناس من إشعاعاته الضارة. جهات ومنظمات مختصة طالبت السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية العراقية باللجوء إلى القانون الدولي من أجل التعامل مع ملف التلوث الإشعاعي في العراق بجدية وإنهاء معاناة السكان المصابين بالأمراض المستعصية. نعم، وهذا يدل على أن العراق دولة قوية وعضو في نادي الدول النووية، لأن مجرد وجود مفاعل نووي حتى لو سابقا فهو أحد الدول اللي ما حد يقدر يحكي وياها ويقدر ياخذ خوات على الكوكب، لأن عنده نووي ما حد يجرؤ يتقرب له لأنه تصير مشكلة كبيرة. ولكن كابتن، هذا المفاعل تم قصفه من قبل إيران وإسرائيل. نعم، وهذا يدل على أنه الزين ما مريود، هو هذا الطيب مثل السمكة المكتوم راسه وذيله، ماكول مذموم ومقلينه بطاوة صغيرة. إيه بس على الجقاير كتبوا التحذير، ما قالوا الوادم تضرنا. بس تدري شنو علي؟ أكثر دولة ممكن تحس بالعراق هي اليابان، لأنه اليابان عاشوا أذية الإشعاع النووي بهيروشيما وناكازاكي، وأنا هنا أنصح العراقيين يتعلمون من التجربة اليابانية بالتخلص من الإشعاع. هذه الأزمة تفاقمت بعد وصول قطع غيار يابانية للسيارات إلى محافظة الذقار يقال أنها تلوثت بعنصر السيزيوم في أعقاب كارثة مفاعل فوكوشيما النووي عام 2011. وزارة العلوم والتكنولوجيا ذكرت أن معظم المحافظات العراقية التي توجد بها واردات يابانية تلوثت بالإشعاع النووي. تم جلبها إلى العراق من منافذ حدودية لضعف الرقابة الأمنية في تلك المواقع، أدخلت إلى العراق وتوزعت على محلات قطع غيار السيارات الموجودة في أغلب المحافظات. إيه عكازة صرت للمال أخو تتشيت، وبأول خطوة ذبني من مشى المكسور. أنا عبالي السيارات اليابانية تعيش أكثر من صاحبها لأنه خوش سيارات مو لين بها إشعاع. عندي كلام للقناة الفرنسية اللي تتهم المنافذ الحدودية العراقية بالضعف. فرانس 24 أغيات أو أغيتي. Les Français sont protégés par la أسايب، كتايب، مسايب، le حسين نمونة. Acceptez pas. الشيخ زقزاقي. No. تا. ويعملون كخلية نعل من أجل الحماية والأمن والاستقرار. أنا أقول العراقيين يتعلمون من روسيا. أكثر دولة ممكن تحس بالعراق هي روسيا، لأنه عاشوا أذية الإشعاع النووي بشرنوبل. والنووي عندها والأمر من عندها استوردوا سماد من روسيا، وحسب الفحص تبين أنه ملوث. هذا طبعا يعني وزارة الزراعة تتحدث مو أني، ظهر أنه ملوث إشعاعيا ويريدون يوزعوا على الفلاحين. تؤكد لجنة الزراعة النيابية بوثيقة قدمت إلى القضاء أن حجم العقد بلغ 300 ألف طن، وأن الكمية الواصلة من سماد الداب روسي المنشأ تقدر بنحو 50 ألف طن. ثبت لديها وبحسب المعلومات أن السماد غير صالح للاستخدام، وتم استدعاء وفد من وزارتي الزراعة والصناعة للوقوف على تداعيات الموضوع الذي قد يتسبب بكارثة فيما لو تم توزيع الكميات على شريحة الفلاحين، داعية إلى إنهاء التعاقد ومحاسبة المقصرين.
هذا وقال ترى يا جماعه احنا ما مستوردين من برا، احنا عندنا عقد حكومي بين وزاره الزراعه ووزاره الصناعه. هذا العقد كميته 300,000 وصلت من عنده 50,000 المخازننا، وبعد ورود تقارير يعني هم فاحصين يمكن من وزاره البيئه قالوا اكو نسب غير اعتياديه بخصوص تلوثها بالمواد اشعاعيه وبها عناصر مشعه. وهاي وحده من فوائد الفساد. مسوين عقد على 300 طن سماد مشع وصلنا من عنده بس 50. تخيل لو العراق دولة قانون وما بي فساد كان هسه ملتزمين بالعقد وطابا 300 طن كلها وكان هسه كنا ميتين. كان هسه طماطتك باذنجانك بوتيتك كلها اشعاع نووي. حتى منا وجاي تحمدون ربكم على نعمة الفساد. تطلع بالشارع تشوف منو واقف، ابو مازن بوسه من قصته، الحلبوسي دنق بوسه من قصته، تشوف عمار يوسف قول له الحلبوسي سوي هيك سوي هيك تصعد تبوسه من قصته، تشوف مثنى السامرائي حاول تحضنه او عوف الموضوع اترك. هيثم الجبوري الحس حواجبه شكرا وتقديرا. ورا اطلاق محمد الديش حمله احنا بخدمتكم، انتم اطلقوا حمله بوسه بقصتك، بما انه الفساد طلع مفيد يعني. فيعني بما انه احنا اكتشفنا ان الفساد طلع مفيد، فليش ما يستغلون هاي الفكره العظيمه يصدروه مثلا؟ تأشر لدينا معلومات عن وجود جفر نفطية عدد 3، وهي عبارة عن أحواض كبيرة يتم فيها تجميع النفط الخام الذي يحتوي على شوائب وتلوث إشعاعي، وتقع في حقل الرميل النفطي الذي تستثمره شركة BP البريطانية. وتعرفون ايش قد كميات النفط بهذه الجفر 3؟ كل جفرة سعتها أكثر من 4 مليون متر مكعب. أكرر 4 مليون متر مكعب. تأشر لدينا وجود عمليات تهريب للنفط من هذه الجفر وخرق الأنابيب القريبة وبكميات كبيرة، ومن ثم بيعه وتهريبه إلى المهربين في الخليج العربي، ووجود تواطؤ كبير من قبل عدة جهات، ويكون صاحب الشركة المذكورة صاحب نفوذ في شركة نفط البصرة وشركة أو شرطة نفط الجنوب. نعم، العراق يعود. العراق يثأر لنفسه عن طريق استغلال الجفر النفطية وبالخصوص المشعة منها وتهريبها إلى من اعتدى عليه ورد الصاع صاعين. كلكم كنتم متوقعون أنه العراق ينصلخ وما يحكي، بينما أبناء المخلصين من الفاسدين سواها حرب نووية ثأرا لكرامة العراق. تصدر لي فساد أصدر لك فسادين، تهريب وتهرب من الفحص الإشعاعي. أشوهك وأشوه أجيالك وأجيال أجيالك. مكيفين الدول والله، صنع في الصين، صنع في ألمانيا، صنع في اليابان، احنا نعلنها بكل فخر. فسد في العراق، وعليه يجب تكريم المتهمين بصفقة التهريب ونعطيهم نوط الشعاعة اللي هو بعنوان بوسة بقصتك، وهذا ما يطلق عليه السلاح ذو إشعاعين. بعدين هذا الاستهداف للمهربين واللي يلزمون التراب ويحولوه ذهب، ليش؟ هذا الموضوع يحتاج فزعة من الفاسدين الحرامية، وقوم التفاسدت ما ذلت. بالتزامن مع تأكيدات واشنطن سرقة مواد مشعة في إحدى المنشآت النفطية في البصرة، كشفت وثيقة لوزارة البيئة العراقية عن أن السلطات تبحث عن مواد مشعة عالية الخطورة سرقت العام الماضي. وأكد مسؤول في الوزارة أن المواد سرقت من إحدى شركات فحص أنابيب النفط والغاز في محافظة البصرة. وبدأت فرق لمكافحة الإشعاع عمليات تفتيش في مواقع نفطية وساحات تخزين الخردة ومعابر حدودية بحثا عن المواد التي قال بأنها داخل حقيبة بحجم جهاز لابتوب. والله عبالهم لابتوب وخمطون والله يا أخي. احتمال عشيرة من العشائر يريدون تصير عندهم قوة نووية حتى تصير عندهم أفضلية بالتفاوض بمشكلة مثلا واحدة من المشاكل الضخمة اللي تطرأ على العشائر، مثلا بمشكلة حج وحيد لما ماما الديدة يسلم على أبو عليوي فاتحة حج كيان أبو آدم الله يرحمه، وهنا أبو عليوي نفض عبادته بالشادر وقاوم حج وحيد ونطاع عطوة 4 ساعات. إذا ما حاول بمشية رد اعتبار يجي يدق الشادر ويدق بيت حج وحيد ويرجع له 2 نووي ورمان نيتروجينية ويسوي لنا دهرة. ما تدري الظروف اللي جبرت الناس على هذا التصرف يا أخي. بس هم اللي باقوا المواد المشعة، شلون عرفوا أنه هاي المواد مشعة شديدة الخطورة أصلا؟ بعد قرابة 3 أشهر تم العثور على جهاز المواد المشعة الذي اختفى بفعل فاعل من مقر شركة SGS التركية المتعاقدة مع شركة وذرفورد الأمريكية العاملة في الحقول النفطية في البصرة. الجهاز يحتوي على المصدر المشع الراديوم، وهنا تكمن الخطورة. هذا اللي باقى غالبا عباله بم الماطور مال المي، جابه سحب بيه مي طلع المي شويه طعمه سبايسي، قال هذا شو خربان يذب عنبه خضره،
فشالوا وانطال محل ابو الفلافل، قال له هاك هذا استفاد من عنده انت يذب عنبه هذا والعينتين، يعني ما قال باطل. جو طلع 70 واحد تسمم، وهي هاي القصه الحقيقيه لتسمم 70 واحد ورا لفات الفلافل بالعماره. لحد الان هاي التصرفات جيده جدا، كيفيه تحويل السلبيات الى ايجابيات. الفرنسيين شافوا الحليب ده يخرب فقرروا يسووه جبن، وانبنت الحضاره الفرنسيه من رحم العفن. كذلك العراق دا يبني حضارته الحاليه من رحم السيزيوم. والله يا اخوان يعني والله ورا هيك مصيبه الواحد يعني يدوف نفسه بالتراب بعد. اكو مثل قديم يقول يلزم التراب يصير بيده ذهب، فالسهل الحسينيه من لزموا هذا التراب صار بيهم سرطان. عاشت ايدك. شنو؟ كل من لزمه صار بيه سرطان، ليش لازم؟ ذبه هو ذبه. ترى مو بس اهل الحسينيه اذا لزموه يصير بهم سرطان، عادي اذا يجي واحد من بغداد الجديده لزمه هم يصير به سرطان. يعني التراب المشع هذا مو مناطقي، ما عنده تفرقه بين المخلوقات. زين باو احنا شو نسوي بالتراب المشع بالعاده؟ اصابات كثيره بامراض سرطانيه بمنطقه الحسينيه شمال كربلاء نتيجة استخدام المقاول المسؤول عن تغليف النهر المار بالمنطقة رمال موقع تصنيع عسكري سابق تعرض للقصف بمختلف الأسلحة الإشعاعية إبان دخول قوات التحالف إلى المحافظة. نغلف بنهار، برافو، صفقة كبيرة للمقاول، صفقة. المي يطب والإشعاع يطب له منه ومنه. وانا عبالي السمك العراقي يتميز بكبر الثرب وانها من الخصوبه، بس الموضوع طلعت تشوهات خلقيه. هاي السمكه بالحقيقه هي في طور التحول لجودزيلا عملاق مستقبلا، بس احنا نلزمها من وقت وناكلها ويا العرق. هذا روتين العراقي الطبيعي بالمناسبه، وهيك يخلص احتياجاته اليوميه. والنوب يقول لك ليش هذا الاخبار بالتيك توك العراقي؟ احنا نخطب وبطونا مرة. ليش حبتك صاحبتك واحنا ليش ما حبتنا؟ لازم تزوجونا زوجونا. وهي هاي القصة الحقيقية والتفسير العلمي لتحركات هؤلاء الشباب وتقمزهم. هم الآن يمرون في طور وراها يصيرون هالك الوحش الأخضر، بس يراد لهم زيادة جرعات شوية يعني ويعني بعد هاي المصايب. فواحد شو يسوي حتى يخلص من هاي المواضيع؟ يقعد بالبيت يتغدى، او شو يتغدى؟ السمك باشعاع وسيزيوم ويورانيوم. لا خلاص اكل طرشي، جيب برميل وسوي بيه طرشي واكل، والطرشي جيبه مستورد تاخذه محلي. اول ما بدا السقوط ماكو اكو شو اسمه براميل مال طاقه، زين هاي كلها كيميائي، نقلوها وين؟ بنص السوق. منو اللي نقلها بنص السوق؟ يعني فزعت على فرهدت عبالهم يكون فد شيء ثمين زين يستفاد من عنده زين، وتعرف فلان وهذا ما يعرفون شو اسمه هذا شنو هذا وشنو شو اسمه. يعني ما بقت حمايه للموقع، ماكو نهائيا، لا حمايه ولا ابد وكل شيء ماكو. فرهود زين. فانتقلت المنطقه كلها صارت وين هسه؟ نصها امراض سرطانيه. انا من اللي حاكيك يمكن عندك 2 لو 3 بهم مرض سرطان. تدري هاي البراميل مال الكعكه اللي حكى عليها الاستاذ، هذه كنا خازنيها بمخزن يم الورديه، كان اكو مخزن. الجماعه شو ندري هم اجوا ذبوا البرميل سكبوه زين، اخذوا البرميل. انا شفت برميل مشمور به حاطين به مي. اما احد اهم اسباب ارتفاع نسب الاصابات في المناطق تلك بعد العام 2003 فيعود إلى براميل مادة الكعك الصفراء التي تمت سرقتها من داخل المفاعل، والتي استخدمت للاستعمالات اليومية من قبل الأهالي لجهلهم بسميتها، وهو ما أحدث طفرة كبيرة في الإصابات بمرض السرطان والتشوهات هناك. مشكلة الكعكة الصفراء من تباع عليها تشبه الخريط، فما تاكلها لو تعوفها ما تعرف شو تسوي لها، كل تشبه الخريط إلا البرميل العراقي. لا، البرميل عنصر أساسي في حياة العراقيين، وراح أفسركم هذا الموضوع. العائلة العراقية مكونة من عنصرين أساسيين شديدي الشبه في الوظائف والتكوين، الأب والبرميل. يعني أنت إذا ما عندكم برميل فتعتبر يتيم، تنولد للدنيا بابا ماما برميل. أما استخدامات البرميل في البيت العراقي فهي كالتالي: مسبح للأطفال، ميز مبردة، تخمير الطرشي، حفظ اللبن، فوق السطح للسكراب، وسيلة تعذيب مبكر للأطفال عن طريق وضعهم بالبرميل ويدعبلوها بدون تعيين أوجه محددة شمرة وهو يوقع وين ما يضرب.
امك من تحط به تمن وشكر وكل شيء مال حصه، يترسون نفط للصوبات، وسيله تدفئه للعماله، يحطون به حطب يحرقون به حطب وهيك يسوون وهاي السوالف. وسيله بناء عن طريق ربط برميلين بدراب لللبخ، وسيله تنمر صاير بقد البرميل، وسيله غزل بقد البرميل. والعراق والعراقيين ومستقبلهم كله متوقف على شنو؟ برميل النفط. الله عليك يا برميل العراق، اخي العراقي دير بالك على برميلك، دير بالك على احس ايحاء بس مو ايحاء ما بيشي والله. دير بالك على برميلك، ومن الشباك برميلك حالي. بعد هذا كله طلع البرميل بإشعاع. ايش يعني اشعاع؟ واذا اشعاع العراقيين يقلبون حياتهم على مود اشعاع. أمراض سرطانية وأخرى جلدية وحتى نقص بالقوى العقلية نتيجة الإشعاعات النووية المنبعثة من أفران الطاقة التي أنشئت بالقرب من منازلهم السكنية سابقا. اكو مهندس عنده 5000 ملف سرطان وتشوه بس بجسر دياله 5000 ملف. التشوهات الخلقية اللي لاحظتها عند الأطفال عدم وجود عين أصلا، هناك عمى كامل، وعند الفحص نرى عدم وجود عين، وهذه هي التشوهات الخلقية قد تكون نتيجة الضربات التي حدثت على العراق نتيجة استعمال الأسلحة الكيميائية أو النووية التي حدثت على العراق. هذه الحصيلة من قتلى التلوث تفوق 15 مرة حصيلة قتلى الحروب بحسب هذه الدراسة، وتتخطى بمعدل 3 مرات الوفيات الناجمة عن الإيدز والسل والملاريا مجتمعة. يعني صح الموضوع كبير بس يبدو مو كلش خطير، عادي. احنا العراقيين ما يبوظ بهم اشعاع وتلوث. اقوى تلوث واشعاع ما يوقفوا اقوى شيء يضربهم يورانيوم، شوربه مال كسور وراس بصل تقوم مثل الحصان. اذا لاصت كلش ابره خبط من صيدليه النورين الزرقط ما بيك. لا، والدراسه مال ضحايا التلوث والاشعاع تفوق 15 مره ضحايا الحروب والايدز والسلاريا اللي هو سل وملاريا. طبق هاي الدراسات بس وجع راس بصراحه وما بيها اي شيء ايجابي، سلبيه وطاقه سلبيه وازعاج يعني ورا هاي الدراسه هاي ما حد سولف بجهود الحكومات المتعاقبه لحل هذه الازمه. هناك تواطؤ حكومي، وانا اقول هناك تواطؤ حكومي في هذه القضيه من عده نقاط. اولا هناك وثيقه مسربه في زمن حكومه عادل عبد المهدي توصي بعدم الادلاء باي تصريح للاعلام او لغيره في ما يخص موضوع السرطانات، وحرمت على وزاره البيئه والصحه الادلاء بهذه المعلومات للاعلام او للخبراء المختصين في دراسه هذه الظاهره غير الصحيه المأساويه. الحكومه العراقيه كالعاده تثبت انها تسبق المواطن بخطوتين. يعني شنو الفائده من نشر الاخبار السلبيه اللي تدعو للهلع والفزع تجاه مشكله غير مرئيه اصلا؟ انت بحياتك شفت السرطان؟ بعينك هاي شفت السرطان؟ لا، اذا السرطان ما موجود. وللتاكيد من واحد يصير به سرطان لا تقول صار به سرطان، قول صار به ذاك المرض وخلاص. انت راح تتلقح تلقائيا لان ما راح تحكي بالموضوع اللي هو اصلا ما موجود، اللي انتوا لابسيه. والسرطان هو اصلا من يلبس راح ينحرج ويحس انه ما مرغوب به ويروح لبيتهم واحده هيك. اسكتوا لا تحكون الموضوع. اسمح لي يا احمد ان اكمل لك قصه فاطمه. اي احكي لي شنو، احكي لي كملي قصه فاطمه. هذا توفت بي. Fatima lost her life to leukemia. يجون يقولوا لها شنو تردين ذول المساعدين؟ كل ما اريد بس اطيب، كل شيء ما اريد. فاطمه ماتت. تصبحوا على خير.